بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ملعب السكة الحديد أحييكم ومعكم المعلق الرياضي محمود بكر والوحدة 11 ومخرجنا اليوم حسن يوسف، حيث لقاء نادي الزمالك مع نادي اتحاد العاصمة الجزائري الشقيق ضمن مباريات المجموعة الثانية في بطولة الأندية العربية الثانية على كأس الأمير فيصل بن فهد. الزمالك النهارده بيمثله عبد الواحد السيد لحراس المرمى، قدامه وائل الأباني، بشير التبعي ومحمود مساكين، طارق السيد في الشمال وإبراهيم حسن في اليمين، وعودة حميدة لإبراهيم حسن هنشوفه النهارده، وطارق السعيد وتامر عبد الحميد ووليد صلاح نص الملعب، قدام سامح يوسف لاعب نادي المقاولين اللي اتنقل للزمالك، وجنبه جمال حمزة. حراس المرمى هشام مزاير، بيلعبوا 4، مفتاح محي الدين والعريبي سليم ودغمان رايح وغول طارق ده خط الظهر، عشيو حسين وجحنين فريد وغازي كريم خط الوسط. هنشوف الاول الضربه الحره اللي ماسكها هشام مزاير، وقدام وشاوي منصف وعمور عمار. واضح ضغط من الزمالك زي ما احنا شايفين، تتخطف الكوره وتتلعب على طول، حلوه حلوه حلوه، ضرب لخمه سامح يوسف ويلعبها بعيده وتبقى ضربه مرمى لنادي اتحاد العاصمه الجزائري. مقطوعه، لو في سرعه في الهجمه المرتده يبقى في خطوره، لكن بيستنى وليد، مستني ابراهيم حسن، وقف على كورته ولم ورجع مره ثانيه وعمل الاماميه، ومفيش تسلل وطالع على طول هشام مزاير. كان قدام حره مباشره للزمالك، تامر عبد الحميد لطارق السيد والانطلاقه، ما حدش قرب له، هيعتمد على نفسه يعمل كره عرضيه، قرب من الضربه اللي عمل عرضيه حلوه، فيها جول فيها جول، كان لازم تبقى جول يا سامح، انما بعدين كان هو عائد من اصابه فلازم ياخد باله. وادي جمال حمزه وانطلاقه جمال، طمع في الكره جمال حمزه، كان لازم يلعب ناحيه الشمال. طارق لجمال لطارق، والتسديده كان طارق السعيد في ناحيه الشمال، كان ممكن يلعب له، انما هو قدام حضراتكم راجع طارق وكان وراه على طول على شماله فوز. وادي وليد بيدور على مين يجيله وماشي ببطء شديد جدا، ولعبها لابراهيم اخيرا، ابراهيم عرضيه حلوه قوي وجمال حمزه فوق العارضه، وتبقى ضربه مرمى السرعه على طول، يلعبها في نص ملعب لطارق السعيد، والحكم الاماراتي بيقول العب، وتسقط هناك عند عشيو حسين، يلعبها عشيو على طول لغازي كريم، غازي كريم لعمو عمار، وهدف بقول لحضراتكم. الزمالك ضاغط بلا ناحيه دفاعيه. هنشوف الهدف الثاني، واتلعبت في داخل هنا منهم وفي ثقه، تقدم اتحاد العاصمه. لسه بقول لحضراتكم انهم فرقه كويسه وفيهم لعيبه دوليين كتار، وتتلعب الكره لهم اهو حضراتكم، اتضرب خط الظهر كله، وشاوي منصف يحرز هدف جميل قوي في الدقيقه 15. وشاوي منصف في الدقيقه 15 من الشوط الاول، يتقدم اتحاد العاصمه بهدف. شوف التمريره وشوف الانطلاق، في غفله كده من الزمالك اللي افتكر اللي هو ملك المباراه، انما زي ما قلت من شويه اتحاد العاصمه من الفرق هي وتونس والجزائر اللي فاهمه كوره، وبالتالي تقدموا على نادي الزمالك زي ما احنا شايفين كده، وبدا يمتلك نص الملعب. ادي ديزيري بلال وبيشوط على طول، يمسكها عبد الواحد السيد. هنشوف مين تحت من الزملاء بيذيع. اشرف محمود بيذيع في قناه النيل، شايف انا كابتن عصام صيام في اذاعه شباب والرياضه. تتلعب الكوره وتتخطف، ياخدها عمار ويلعبها، شوف الدفاع مفتوح ازاي، وتسقط الكوره وتصويبه، وعبد الواحد السيد ينقذ هدف ثاني لاتحاد العاصمه. صلاح لسامح يوسف لوليد مره ثانيه، ياخدها وليد حلو قوي وماشي، ويلعبها عرضيه جميله، انما يطلعها على طول العريبي سليم، تنزل كرة لتامر. هنا السرعه بقى في الاداء، جمال حمزه لسه لغايه دلوقتي ما بانش، وادي تصويبه ضعيفه من طارق السعيد في ايد هشام مزايد. صلاح الدين، وليد، سامح يوسف على فكره بيلعب كرات عرضيه كويس، وابراهيم، وممكن انما وتروح الكره لطارق
السعيد، انما تاني فرصه لنادي الزمالك تروح، مفيش لسه. نادي الاتحاد العاصمه الجزائري متقدم بهدف احرزه وشاوي منصف في الدقيقه 15، وتصويبه من وليد صلاح الدين. بدا وليد يظهر اهو في الكادر قدام حضراتكم على اساس انت خد شوف الهجمه السريعه بقى. ادي وليد لما طلع قدام عمل مشكله يا راجل شوط. وطارق السعيد بدا خط وسط نادي الزمالك يبان بقى دلوقتي. انطلاقات واتلعبت له حلوه، فيها فكره حلوه قوي ويلفها وابراهيم ينقذ الموقف. لا دغمان رابح هو عمار. شوف نص الملعب مفيش رقابه ازاي، ونفس اللعبه انما انه بادئ يقطعها الاباني. وشوف الضغط بقى لما ياخدها على طول. شوف التحرك بدون كره بتاعهم كويس ازاي. عمور عمار واللعبه بتاعتهم عمور عمار وانما الاباني بعقل يخطفها ويقطعها وتروح لتامر. شوف هنا بقى هنتحرك بالكره من خلف الامام، تتلعب على طول لوليد انشط لاعبي نادي الزمالك. وادي الكره اول مره الزمالك يلعب كره سريعه تروح لطارق السعيد. طارق السعيد ماشي ويلعب كره عرضيه وحلوه لجمال حمزه على صدره، ممكن يلطشها ولطشها ويمسكها على طول هشام مزاج. شوف حضراتكم اول مسك الكره منهم، انما ناقص في الزمالك ايه؟ السرعه في التمرير والتحرك بدون كره حلو قوي. وادي وليد غير رايه ودخل في الزحمه وتروح الكره لسامح يوسف. سامح عاوز يعمل هات وخد، تعدي من تحت رجل جمال، وجمال يلعبها بالعرض تسقط حلوه لتامر، وتامر يلعبها يمسكها هشام مزاج. اذا الدقيقه 34 عشان لعب كره سريعه وعشان ضغط في نص الملعب. وادي حتى فريد علي الحكم الدولي حسب ضربه حره غير مباشره على هشام مزاج، وقف بالكره اكتر من الوقت الاصلي اللي مسموح له. شفنا كورتين وادي اهو الراجل هشام عدى وماشي وفضل يعدله اهو، بيعدله طبعا صفر عليه طبعا وقت الطويل الراجل اهو. امال في اخر الماتش هتعمل ايه يا هشام؟ وفعلا قرار الحكم طارق السعيد يرجعها ورا لبشير، وبشير يشوط تخبط في الحيطه ويردها مره ثانيه. جميله طارق السيد فيه. وادي المدرب بتاعهم الوطني آية كوبو، ونفس الكوره ونفس المشوار من ابراهيم على طول لجمال حمزه، وجمال حمزه اتحرك له حلو قوي. احسن كوره من وجهه نظري لنادي الزمالك الكره اللي فاتت دي. شوف اتحرك بدون كره، شوف قطع ازاي الراجل قطع حلو قوي وحظه وحش قوي سامح يوسف. احسن كوره قدام ده اللي هنشوفه اهو. ادي جمال حمزه من الراجل اللي بقى السلام يلعبها على طول، ويبقى كده الزمالك صحح اوضاعه لانه افضل من وليد صلاح. هنا وادي طارق يا راجل، وادي وليد مره ثانيه ضربه جزاء لنادي الزمالك. لسه بقول لحضراتكم وليد بيطلع قدام اهو، هنشوف مره ثانيه بعد ما ضيع طارق السعيد، وعلى طول ضربه جزاء ضد طارق السعيد. ضربه جزاء ضد طارق السعيد وصفر فريد علي. طارق السعيد ولا هدف. طارق السعيد يحط هدف التعادل في الدقيقه 42 من الشوط الاول. وادي احمد رفعت بدا هو يسيطر على الموقف لان الجهاز كله بيتكلم، ومعرفش كان الحوار مع طارق السيد مع خواجه ايه. انما الزمالك يعدل اوضاعه ويبيض الملعب زي ما حضراتكم شايفين في الدقيقه 42 بضربه جزاء صحيحه، وبعد لما الزمالك ضاع منه اكتر من فرصه ويصحح الاوضاع طارق السعيد في الدقيقه 42 باحراز هدف العاصمه. التحرك بدون كره والهروب من الرقابه، الزمالك نجح ان هو يفلت. وادي الاباني يلحقها، الاباني يلعبها وجمال حمزه يموه يا سلام، انما ما خدش باله وليد. ومره ثانيه هل يتعادل الزمالك قبل ما ينهي الشوط الاول؟ وهيديله انذار، طبعا هياخد انذار جمال حمزه. يبقى اول انذار هياخد انذار جمال حمزه اهو. شوف حضراتكم تروح الكرة استقبلها كويس قوي الراجل الشوط بقى، انما هو طبعا الحكم كويس قوي فريد طول يقطعها الاباني لجمال حمزه. شوف هو هنا يعمل شغل، انما اسلمه لواحد لا، هو لعبها حلوه قوي ممكن يبقى 2-1 والحكم بيقول يا الصراحه قربني. وتروح الكرة لجحنين فريد يرجعها للعريبي سليم، واخيرا يصفر الحكم الدولي الموفق جدا فريد علي
بانتهاء الشوط الاول بتعادل الزمالك واتحاد العاصمه بهدف لكل منهما. سيداتي بسم الله الرحمن الرحيم. مرة ثانية أعزائي مشاهدي قناة النيل للرياضة أينما كنتم، أسعد الله مساءكم بكل خير. نلتقي وإياكم والتعليق على الشوط الثاني لمباراة كرة القدم بين ناديي الزمالك المصري واتحاد العاصمة الجزائري. انتهى خسر 4-2 في مباراة قوية وجميلة من الطرفين قياسا بظروف فريق الشرطة العراقي واستعدادات ضعيفة لهذه البطولة. جمال حمزة لحازم إمام باتجاه المرمى مباشرة، وهشام مزاير وإبراهيم حسن. طارق السعيد، تامر عبد الحميد، الاستحواذ والسيطرة والتسديدة عالية فوق بره الملعب، ضربة مرمى. إذا الدقايق الخمسة الأولى من وليد عبد اللطيف. وليد لطارق وبيديها له تاني وينطلق وعلى قدمه اليسرى وعلى طول يعمل عرضيه بيجيبها على اليمين ويحطها على طول طارق السعيد ومعديه يبقى جول يا حظك يا جمال يا حمزه، حظك يا جمال يا حمزه. الكره دي يشارك في النهائيات اللي تأهلناها بالفعل، اعتذر بسبب انشغال نجومه الدوليين انذاك مع المنتخب الوطني اللي بيستعد لكأس العالم 90. حازم إمام، الله عليك يا حازم، الله عليك يا حازم، يلا يا جمال نقول الله عليك يا جمال. لا ايه ده يا جمال يا حمزه، الراجل استلم صح ودخل وحط الكره على قدمه اليسرى. حلوه حلاوه الكره بتاعت حازم، وحلوه ايضا. شوفوا حضراتكم ادي استلم اهو جمال استلم ومن بين اتنين عدى. يا سلام عليك يا جمال، وبالباطن القدم من اليسرى وعلى طول بجوار القائم. مفيش فيها توفيق، فيها مهاره وفيها حلاوه وفيها متعه، ولكن التوفيق قبل دول كلهم ومع دول كلهم. على طول وليد باص يا وليد، اتأخر لحازم وحازم والتسديدة. يا سلام يا سلام، المهارة تتكلم في استاد السكة الحديد وتفرض نفسها، ويستحق حازم إمام هذا التشجيع. المهارة تفوق أي حاجة. متتالية تم باتجاه مرمى هشام مزاير. إبراهيم حسن لحازم إمام، استحواذ والكرة بتطاوع حازم لجمال. إبراهيم حسن ناحية اليمين، لكن جمال يتقدم وحطها لإبراهيم، والعرضية من إبراهيم من مستني ما حدش تطول وتطلع بره الملعب، ضربة مرمى. وطارق السعيد واتلعبت بره الملعب. التسديدة من يحط الكرة على طول لوليد، لكن مقطوعة. يا سلام، مقطوعة مرة ثانية والحكم بيقول يلعب. والمرتدة عمور عمر يلعب بلال زيري المرتدة السريعة. وفي شوفوا حضراتكم في مساحات، ما فيش ارتداد. 4-5 من لاعبي نادي الزمالك في نص ملعب، خطر الكلام ده. السلام يا ابراهيم يا حسن، لسه الخطورة قائمة. 5 لاعبين من نجوم نادي الزمالك فين يا جماعة؟ في نص الملعب، وادي بيطلع بشير. لو الكاميرا جت عليهم دلوقتي عد، ادي 2. لو الكاميرا جت على نص الملعب الثاني، شوفوا حضراتكم ادي 2 ادي 3 وادي واحد رابع واقع على الارض، والخامس كان دخل المنطقه مع الدكتور عبد الله جورج ومع ذوالفقار الجمل. يطمنوا عليه خارج الملعب. بيشير ادي حازم، عدى من جحنين حطه في ظهره، وعدى على طول من نمره 2 حمدود محمد، ويقع على الارض وياخد فاول. مرتده ياخدها بشير وماشي بشير لجمال حمزه، ممكن يخش ويشوط، تخبط وتتحول ضربه مرمى. يبقى كده الزمالك عمل الصح ايد وعبد الحليم، فلازم يجتهد اكتر من كده. تتلعب الكره والهجمه المرتده وعمور عمار، انما شوفوا تامر بقى الجندي المجهول في نادي الزمالك واللي بينفذ تعليمات مدربه صح ايد وعبد الحليم، فلازم يجتهد اكتر من كده. تتلعب الكره والهجمه المرتده وعمور عمار، انما شوفوا تامر بقى الجندي المجهول في نادي الزمالك واللي بينفذ تعليمات مدربه صح، انقذ فرصه من على قدم عمور عمار. تتنقل على طول وليد يفتح الكره لطارق السعيد، وطارق السعيد يفتحها هناك عند جمال حمزه والغول، يلعبها حلو جمال حمزه عند الفنان حازم امام لوليد، انما يتاخر وليد فيها. نادي الزمالك هيلعب يوم الاحد الجاي مع الشرطه العراقي
لو كسب النهارده يبقى مريح وضمن مشوار كبير في المجموعه. حليم علي يلعب الكرة من تحت مش من فوق وتروح على طول لهشام قراط. ديزيري بلال ماشي، ديزيري بلال لعيب كويس وعدى ومديله الفرصه الحكم ومعدي وماشي الراجل ويلعبها لحسن حظ ابراهيم اللي هيتلعب قصيره ويجيبها، انما لو لعبت اسرع كانت هتبقى مشكله. ياخدها وبدا خط وسط نادي الزمالك يتفركش دفاعيا. يوصل الكره لحازم امام، يعدي حازم ورايح على الغول وحازم ويلعبها بالعرض حلوه جمال حمزه وجمال حمزه يغمزها انما يطلعها على طول لجمال حمزه. وليد حلوه الحبايب والكور دي حلوه قوي 3 4 نقلات. وبقول لحضراتكم ان سامح يوسف تامر عبد الحميد حازم امام اللي خد له ركن هناك. يا سلام، رقص الراجل على رجل الثابته انما يحط دماغه مفتاح محي الدين. يبقى التغيير الثاني نزل عابد رقم 19 مكان وشاوي منصف محرز الهدف بتاع اتحاد العاصمه. وتتلعب الكره حلوه يشوط طارق السعيد انما تخبط في العريب سليم وتوصل مره ثانيه لجمال حمزه. جمال حمزه يلم الراجل ويمشي، يلم بلال ويلعبها لطارق السعيد، صدر له مشكله انما طارق السيد مع الراجل فرق قوه ومعاصلك برضه وتطلع كره بره الملعب اهو. تتلعب على طول لطارق السعيد، ماشي طارق وجنبه جمال حمزه يلعبها بينيه حلوه قوي لوليد. وليد يلعبها لوب بقى ويلعبها وعبد الحليم ويمسكها على طول هشام مزايد. فرصه ثالثه او رابعه تروح من نادي الزمالك ويلعبها لجمال حمزه لطارق السعيد لتامر لحازم وهيركنها حازم بص يشوط على طول يمسكها هشام مزايد. لكن الرفاعي خطف منه 3 نقاط والصراحه انبي ما لعبش المباريات اللي احنا متعودينها. ادي ابراهيم حسن يرقص لحازم امام لتامر لطارق السعيد. توصل الكره لعابد والخطوره من الكرات ديت عابد انما برافو طارق السيد يرجع ورا ويغطي تغطيه كويسه. بشير التبعي حازم امام تامر عبد الحميد تتقطع كوره مره ثانيه. خلاص اتحاد العاصمه واقف على حدود منطقه جزاؤه وبشير يشوط قنبله يصدها هشام وتروح لحازم والكره البرازيليه الارضيه يمسكها هشام. نقدر نقول مظبوط وعامل مجهود كويس وعوده حميده لابراهيم حسن. تتلعب الكوره لحازم امام وهاتوا خدهم الاثنين وماشي حازم وخدهم هو كمان ودخل بيهم ويلعبها بالعرض يا جون بقى انما عبد الحليم علي مش عاوز ياخد هديه حازم امام وتروح الكره على حدود المنطقه وتصويبه من عبد الواحد. يا ريت نشوف الكره بتاعت حازم امام. يعني بنقول لعبد الحليم علي عاوز تعمل فيها ايه واحنا بنلعب في دقيقه 44 وهدف لا يعوض. حازم امام رقص ومشى وعمل ادالك هديه يا راجل. عاوز ايه بتنطرها لفوق ايه؟ ده الواحد ينزلها لتحت مش لفوق. فرصه كبيره جدا تروح من عبد الحليم علي. نزع عبد الحكيم رقم 15 تتقطع من حازم واخيرا يصفر الحكم الاماراتي فريد علي انتهاء الشوط الثاني والمباراه بتعادل الزمالك واتحاد العاصمه بهدف.